بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة معانا الكيكة الهشة الطرية اللي تاكليها مع طبعا وانت كده قاعدة في ساعة عصاري أو في الصبح تفطري بيها بشاي بلبن. جميلة جدا جدا، هشة وطرية. وتعالي نشوف المكونات. معانا 3 بيضات، عليهم باكوين فانيليا، عليهم طبعا السكر، كوباية من السكر. وطبعا هنضربهم كويس جدا علشان ندوب طبعا البيض والسكر مع بعض والفانيليا. وطبعا معانا المكون الجميل اللي هو طبعا ايه، الليمونة. عصرة ليمونة، عصري ليمونة كاملة وحطيها. ما عندكيش طبعا معلقة الخل طبعا جامدة جدا وبديلة لليمون. لو ما عندكيش خل حطي ليمونة. ما عندكيش ليمونة دلوقتي، ووقت اليوسف الأخضر عادي بيأدي نفس الغرض وبيخليها هشة وطعمها جميل جدا جدا. صدقيني عن تجربة فعلا يعني. طبعا هنضرب كل المكونات دي طبعا معاكي تضربيها بالمضرب العادي، بمضرب المضرب بتاع الكيك. اي مضرب معاكي هيمشي الحال معاكي، بس انا عايزه لونها يفتح كده واخليها هشه علشان لون الكيكه بتاعتي يطلع لونه جميل وحلو وهشه وجميلة. كل ما تكون طبعا الكيكة لونها أبيض كده بيقول يعني إيه، بتقول إن الكيكة دي ناجحة ناجحة. فيعني تضربيها كويس علشان بس كل المكونات يعني يمتزجوا ببعض. وطبعا عايزين السكر يدوب في البيض ويبقى طعمه كده او يبقى لونه كده ابيض وجميل كده. يعني انا هوصل للقوام بتاعي لون ابيض كده كريمي فاتح. طبعا الكيكة سهلة وجميلة. وطبعا زي ما انتم عارفين الشتاء طبعا بيحب طبعا المعجنات، بيحب الكيكة، بيحب كل طبعا أنواع الطعام الموجودة في المطبخ عندنا. فاحنا هنعمل الكيكة بتاعتنا دي ومش هتاخد مننا 5 دقايق. بشكر كل متابعيني، بشكر كل حبايبي. طبعا لو معايا لحد دلوقتي ما دوستش لايك، يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصل كل ما هو جديد. طبعا كده انا كنت معايا كوبايتين من الدقيق، نخلاهم مرتين ثلاثة. لازم تنخليهم مرة واتنين وتلاتة. الدقيق بتاعك لازم يكون منخول علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معاكي. طبعا الكيكة هتكوني لازم معاها رشة الملح في الدقيق، ومعاكي طبعا المكون السحري بتاعنا اللي هو الشيف كيك، اللي هو بيدي طبعا طراوة وبيدي بياض غير طبيعي، يحسسك ان الكيك دي جاتو ومش كيكة يعني ابدا. انا كنت ناخله كده مكونات الدقيق بتاعتي ورشه الملح والبيكنج باودر، وهتشوفوها طبعا دلوقتي. وبعد كده هننزل طبعا بكوبايه من نص كوبايه من الزيت، بس انا مش هحط كوبايه يا جماعه. ومعايا كوبايه من الزبادي، يعني علبه الزبادي. معايا علبة الزبادي وعليها طبعا ايه، علبة زبادي تاني. يعني بصي، علبة الزبادي حطيت عليها بالعلبة نفسها لبن. فحطيت الزبادي واللبن كانوا طبعا ايه، جمال جدا جدا. فنزلت عليهم زي سرسوب كده، ونزلت عليها طبعا على البيض والسكر بعد ما انتوا شفتوهم اهو كريمي ابيض خالص ودابوا مع بعض. والفانيليا هنزل عليهم باللبن، وهنزل عليهم طبعا ايه وهضرب فيهم. هيتضرب كويس جدا. و- وبعد كده هنشوف كل المكونات بتاعتنا. ننزل واحدة واحدة. انا كده حطيت ايه، حطيت عصرة الليمون يا جماعة. زي ما قلت لكم كانت معايا ليمونة وعصرت الليمونة وحطيتها. وكده هضربها كويس جدا. وهنزل زي ما قلت لكم كوباية الزبادي عليها كوباية، يعني علبة الزبادي عليها كوباية لبن. وهنزل عليها طبعا ايه على الخليط بتاعي ده. الاول هحط اللبن، بعد كده هحط الزيت علشان اللون يكون فاتح، مش عايزاه غامق يا جماعة. تنزل عليه طبعا ايه واحدة واحدة كده، وهنضرب كل المكونات مع بعض. ونكون طبعا ايه محضرين بولة تاني حاطين فيها المكونات الجافة بتاعتنا، اللي هم كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة الملح، عليهم الشيف كيك. كده انا حطيت كل الخليط، وهنزل طبعا ايه بالدقيق بتاعي. وكده هنخله للمرة الثالثة على الكيكة على طول. انا ناخله كوبايتين، يعني مجين من الشاي العادي.
مجين مش اكتر من كده. وطبعا هنزل معاكي بمعلقة بلاستيك، اي حاجة معاكي تضربيها بالراحة معاكي. طبعا حطيت الشيف كيك، وهتحطي طبعا رشة الملح، وتدوبي كل المكونات دي مع صينية. طبعا تدهنيها مثلا بزبدة أو تدهنيها بسمنة، وترشي عليها دقيق. وقبل كل حاجة أنا كنت مسخنة الفرن بتاعتي، وطبعا كنت مسخناها علشان لازم تحطي الكيكة بتاعتك تكون الفرن سخنة معاكي على درجة 180. لازم قبل ما تبتدي في الكيكة بتاعتك لازم تكوني مولعة الفرن قبليها، يعني على بال ما تضربيها وتخلصيها. طبعا علشان تحطيها على طول وتبقى سخنة وبسرعة معاكي تستوي وتبقى جميلة كده. انا ما اديتهاش غير كوبايتين، ما فيش غيرها، كوبايتين الدقيق او او المجين، ما فيش غيرهم على المكونات اللي انتوا شفتوها. يعني الزبادي حطيت علبة قديها لبن، او علبتين زبادي تحطيهم وخلاص كده بس، مفيش اكتر من كده، ونص كوباية الزيت. وهتتحضر معاكي احلى صينية كيكة بسرعة، بحجم عائلي وهشة ومنفوخة ولونها جميل وابيض، وفي منتهى الجمال وفي منتهى اللذاذة، ومش هتحتاجي لأي حاجة تاني. كده خلاص حضرت الصينية ودهنتها، هحطها واحطها في الفرن وهتطلع احلى كيكة. بس كده شايفين الكيكة وجمال الكيكة؟ تحفة تحفة تحفة، يعني منظرها مغري وجميل جدا جدا، يعني حاجة كده فاخر من الآخر فعلا يا جماعة. يا ريت تتفضلوا معايا. وكانت أحلى صينية كيكة فطار، فطار مثلا أكل كده عادي، كانت جميلة جدا جدا وهشة وطرية زي ما انتوا شايفين. طبعا يا ريت لو استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وطبعا أشكركم لمشاهدتكم الجميلة، وشكرا لتعليقاتكم، وشكرا ليكم. وطبعا اتفضلوا معانا. وكانت معانا أحلى صينية كيكة جميلة، هشة وجميلة وطرية. وأتمنى الفيديو يعجبكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.